طب وبالنسبه لينا احنا بقى كابتن عماد هنعمل ايه النهارده مع سيراميكا؟ ماتش مهم جدا، فرقه منظمه جدا، فرقه اخر 3 ماتشات ما دخلش فيهم ولا جون. فرقه كل خط فيها بيتميز بكذا عنصر من عناصر قوه رائعين. انا مفيش في بالي غير صوره عمرو السوليه النهارده وهو بيجيب جون وبيحتفل قدامنا، يعني بيتاسف لنا. وبوستر هتضرب ابوك يا حنفي، مش عايز يتشال من قدام عيني. هنعمل ايه قدام سيراميكا؟ كابتن علي ماهر اترفض. علي ماهر جه ان هو يمسك مدير فني للنادي الاهلي، اترفض عشان كان عايزينه يبقى زي كابتن عماد النحاس فتره مؤقته، طبعا رفض. فالنهارده هينزل هيطلع نار من بقه زي ما احنا عارفين. قدام الزمالك كان فاتح ومطير الجناحات ومطير الباكات، قدامنا النهارده هيلعب على المرتدات وهيكفرنا. فيا ترى النهارده هنعمل ايه؟ النهارده فرقه سيراميكا من احسن الفرق اللي بتلعب كوره على الارض. معاهم محمد بسام متالق، عمرو السوليه عامل روح في الفرقه رهيب، فخر لقاي، اسلام عيسى، بتتكلم في بالحاج، بتتكلم في فرقه جامده جدا. انا قدام انبي، قدام المحله، قدام مودرن سبورت، الفرق معلش اللي مش عايزه حاجه ما بتلعبش كوره اصلا، ما عرفتش اكسب. قدام فرقه زي فرقه سيراميكا انا هعمل ايه؟ شوفوا وصلتونا ان احنا بقينا ننزل نتكلم احنا هنعمل ايه قدام سيراميكا، ويا ترى هنكسب ولا مش هنكسب. هتكلمني على تشكيل متوقع، هتكلمني على مين يلعب مين ما يلعبش، انا مش فارق لي. انا عايز النهارده 11 لعيب ينزلوا رجاله، اكسب باي شكل، باي اداء، باي روح. المهم اطلع النهارده بال3 نقط، اوقف نزيف النقط اللي عندي ده. نتقابل بعد الماتش.